السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم اللي هي قناة كويزين سهام. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم كيف كتشوفوا معايا بريوات كيجيو زوينين البنات بشكل جديد. كيف كتلاحظوا النصف غادي نديروهم في الفران والنصف الثاني غادي نقليوهم بواحد الطريقه جديده. كيف غتتبعوا معايا في الفيديو ان شاء الله. كيجيو زوينين بزاف بزاف شكلا ومذاقا، بواحد الحشوه حتى هي اقتصاديه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى من الله ينال لكم الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنصحكم بتجربه هاد البريوات. اكيد الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وكيف كنقول لكم دائما الا عجبكم فيديو ما تبخلوش على اختكم باللايك الفيديو، اللي ما مشتركاش تشترك مرحبا بها، وتفعل الجرس باش تبقى توصل بجديد الوصفات. بارطاجيو معايا الفيديو عند احبابكم واصحابكم باش تعمل فائده. ودابا ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. داو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو واحد المقيله غادي نديرو فيها 4 المعالق كبار ديال الزيت. غنزيدو عليهم واحد البصله تكون متوسطه كنشلضوها. كيف كتلاحظوا غادي نشحروا هاد البصله واحد شويه تتنزل شويه. غادي نزيدوا عليها نصف كيلو ديال الكفته. هذه كفته البنات ديال الدجاج متبله. نتوما اي كفته بغيتو ديروا بحال هكا ديال لاداند اولا ديال اللحم البقري اولا الغنبي، المهم اللي متواجد عندكم. غادي نحاول نفتت هاد الكفته هكذي كيف كتلاحظوا معايا. هنا من بعد ما كتدخل فيها الطياب وفتتها كيف كتلاحظوا غادي نزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال التوابل ديال الشاورما. انا خديت غير 2 دراهم البنات، راه فيهم تقريبا شي 3 المعالق. غادي نزيد هنا معلقه كبيره ديال الخل وشويه ديال الملح حسب الذوق، وغادي نخلي هاد الكفته تكمل الطياب ديالها. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع التوابل. هنا من بعد ما كتنشف عندنا كنطفيو عليها النار صافي كتكون واجده عندنا كيف غتلاحظوا معايا دابا. صافي هنا راه واجده البنات. غادي نطفي عليها النار اولا البوطه وندوز مباشره. غادي ناخذ الشعريه الصينيه ديك الباكيه الصغيره البنات. غادي ندير عليها واحد شويه ديال الملح والماء مغلي مزيان. نخليوها واحد 5 دقائق في الماء ونديروها في الشبكه السقطر ونقطعوها بالمقص مزيان. نقطعوها بالمقص. المهم نخليوها هنا في الماء تتنفخ واحد 5 دقائق صافي. هنا كنجيبوا الحشوه ديالتنا من بعد ما بردات. غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال المطارد. صدقوني البنات هاد الحشوه كتجي لذيذه 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 بزاف، غير جربوها. غادي نزيدوا 3 المعالق كبار ديال الياغورت دون سكر دانون مسوس. غادي نزيد معاهم واحد 3 الفرماجات. انا درت كيري، الا ما متواجدش عندكم ممكن ديروا فرماج مربعات مثلث. غادي نزيد هنا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، وغادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج محكوك تقريبا واحد 50 غرام. وغادي نزيد هذيك الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتها وقطعتها مزيان بالمقص. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى يندمجوا. غادي نضغطوا على داك الفرماج كيف كتلاحظوا معايا. غادي نزيد الهريسه اولا الحار. هنا كيبقى اختياري الهريسه، اللي بغى هكا الحشوه تجي حاره شويه، اللي ما بغاش ما يديرهاش. وغادي نزيدو واحد شويه ديال الزيتون مقطع خضر.
صافي غادي نخلط هاد المكونات والحشوه كتكون واجده عندنا. هنا غادي ندوزو مباشره كناخذوا نصف كيلو ديال الورقه الحجم الكبير، غادي نقطع على هذا الشكل كيف كيبان لكم البنات. نقطعوها شرائط، كنديرها من النصف وكنقطعها وكنعاود هذاك النصف كنقطعو على النصف الثاني. المهم كنقطعو 4 المرات كيف واضح عندكم في الفيديو، وندوزو نشكلو البريوات ديالنا. صافي هنا كناخذوا واحد الشريط كندهنوه شويه بالزيت، ودائما البنات الورقه البلاصه تكون حرشه هي اللي كنديروا لداخل يعني الفوق، والرطبه كنديروها لتحت. كنديروا واحد الكميه ديال الحشوه كنديروها بعيده على الحافيه كيف كتلاحظوا، وكنبقاو نشكلوا في البريوه ديالتنا كيف كتلاحظوا معايا على هذا الشكل هذا، وحنا كنقادو في يدينا بيدينا صافي، وكنلصقوا بالبيض على هذا الشكل كيف كتلاحظوا. انا غادي نشد لكم من الجهه الاخرى باش هكا البنات اللي ما كيعرفوش يتنيو البريوه يشوفوا على خاطرهم وتوضح عندهم الصوره اكثر. هانتوما كيف كتلاحظوا راه باينه. كنوزعوا الحشوه هكا بالقناه باش تجينا البريوه كلها فيها الحشوه صافي، وكنسدوا بالبيض. كنحاولوا نفينيو البريوه باش تجينا زوينه في الشكل ديالها على هذا الشكل هذا. انا غنعاود معكم باش توضح الفكره اكثر بالنسبه للمبتدئات. ودائما البنات البلاصه الحرشه في الورقه هي اللي كنديروها الفوق، والرطبه كتكون لتحت. صافي هنا من بعد ما غادي نكملهم كاملين، هاد الكميه اللي غادي ندخل الفران غادي ندهن الوجه ديالها بالبيض. هذاك البيض اللي كنت كنلصق به ما ضيعتهاش هذيك البيضه، غادي ندهن بها. هنا كيكون الفران سخون على درجه الحراره، تنسخنوا الفران مزيان على درجه الحراره 200، وندخلوا هاد البريوات يطيبوا من الفوق لتحت على خاطرهم البنات حتى يبانوا لكم راهم تحمروا وتقرمشوا. الكميه المتبقيه اللي غادي نقليو غادي نديروها في الدقيق كيف كتلاحظوا. كتجي زوينه هاد الطريقه هذه. غادي ندوزو من البيض وغادي نديرو في الشابلور. كتجي زوينه الشكل والمذاق ديالها كيجيو زوينين. انا غنكمل بنفس الطريقه، تنكمل هذوك الحبات اللي عندي كاملين. غادي ندوزو دابا تقليوهم. ناخذوا واحد المقله نديرو فيها الزيت حتى يسخن مزيان. كنديروا البوطه درجه معتدله، يعني ماشي ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه، وكنبقاو نحطو في البريوات ديالنا يتقلاو كيتحمروا من التحت، وكنقلبوهم على الوجه الثاني باش يتحمروا. صافي هنا من بعد ما كيطيبوا كنديروهم في الطبسيل اللي كنكونوا مفرشين ليه الورق النشاف. بالنسبه لهذوك اللي خرجت من الفرن غير كنخرجهم من الفران
كنحك عليهم شويه الفرماج، كيبقى اختياري البنات، غير كتزيين. لما بغيتوش تقدموا غير هكاك كيجيو مزيانين. انا غندير لهم شويه ديال الفرماج وندير لهم واحد شويه ديال المعدنوس، ونتلاقى معكم من بعد ما نحطهم في الطبق ديال التقديم. وكيبقى هذا هو الشكل ديالهم البنات. من بعد ما حطيتهم في طبق التقديم كيجيو لذاذين بزاف بزاف، والشكل ديالهم حتى هو مختلف وزوين. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. كنصحكم بتجربتهم اكيد، الا جربتوهم غادي ينال الاعجاب ديالكم. وحتى لهنا ما بقى ليا غير نقول لكم البنات، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.